السلام عليكم. خير البدايات الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيديونا اليوم هو مرقة الشبزي. مرقة الشبزي هي أنا ما أدري أكلة عراقية، بس ما أعرف باقي الدول ما يعرفوها ما أعرف. هي أكلة عراقية. هاي هنا أنا سلقت اللحم وضفت عليه البصل. وهنا دا أضيف نوم البصرة اللي مسميه نوم بصرة، هو أصلا مو من البصرة. قضية النوم بصرة ما أعرفها شنو هي. يا ريت اللي يعرفها يكتب لي بالتعليقات. هنا دا أضيف بهارات، بهارات لحم. أنا مود ريحة اللحمة يعني تتغير. وهنا بودرة ثوم، دا أضيف بودرة ثوم. وظل أحمس باللحمة لحد ما تنشف. هاي هنا هيج صار لونها وتحمست يعني كملت. هاي هنا أنا غسلت هنا أنا غسلت الشبنت والسبيناء أغسلهن. هاي نظفت من العوادين ونظفت من الحشيش ودا أغسلهن، لأن هو بعد الثرم ما ينغسل، يصير ناعم ما ينغسل، يعني اللون مالته همينه يخرب. وهسه هنا أنا دا أغسلهن شوي شوي، أغسلهن ونظف الحشايش كلها منهن. هاي الباقي مال الشبنت همينه، هاي نظفت الحشيش كلها طلعتها. خليكم وياي كملوا الفيديو انتوا تعرفون شلون طريقة مرقة الشبسي. هاي هنا أنا دا ألقط الورق مال بس الورقة ورقة يعني ألقطها، لأن احنا ما نخلي العضد مالتها أو الساق، ما نخليه، خلي بس الورق مالتها نترمها. يكون أحسن إذا ثرم إيد، مو بمحضرة الطعام، يكون بالإيد أحسن. هاي هنا كملته السبيناء، وبعد باقي الشبنت حثرمه وأخليه فوقه. هنا أنا الشبنت راح همينه ثرمه أثرمهن وأرجع لكم إن شاء الله. هاي هنا اللوبيا عندي مسلوقة، يعني سالقيها مستوية، والسبيناء كمان صار جاهز. هسه حضيف أول شي أضيف السبيناء عالجدر. هاي هنا نضفت السبيناء وظل أحمس بيه لحد ما يتغير لونه أو يذبل أو يتغير لونه، يعني نهائي يتغير لونه. هاي أبقى أحمس بيهم لحد ما يتغير اللون. هسه راح أطبقها وأعوفها شوي لحد ما يتغير لونها. هنا أنا صارت جاهزة، يعني تغير لونها واستوى تقريبا. هسه حنضيف اللوبيا عليه. هسه ضفنا اللوبيا وهم نحمسها شوية اللوبيا وياه لحد ما يتماسك. هاي طريقتنا بالمرقة الشبزي، هيك طريقتنا. يعني أكو يعني باقي الناس يخلون حلبة، وأكو ناس يعني طريقة أهل البصرة يخلون حلبة. هاي الطريقة يا أم فيونة البصراوية، إحنا ما نخلي حلبة مثلكم ولا نخلي بقدونس. هيك طريقتنا أم فيونة، يا ريت تشوفيها. هنا داخل المعجون طماطة، داخل المعجون، وهم أنا أحمس المعجون وياها. بعد ما أحمس المعجون يلا أضيف المي. يا رب ينال إعجابكم. هاي الطريقة كلش حلوة، يعني يا ريت تعتمدوها، يعني كلش حلوة كلش طيبة. يعني إحنا مجربيها من زمان، يعني هاي طريقتنا من زمان هيك.
أنا هاي ضفت المي، ضفت لها المي. المي لازم يعني يغطي الكمية كلها. هنا قامت يعني حتستوي، صارت تفور وحتستوي. من تكملت أنا أرجع لكم إن شاء الله. هاي هنا تقريبا استوت، بس صراحة يعني الشكل والطعم كلش طيب، وبس ما أعرف ليش الكاميرا ظلمتها، ما أعرف ليش التصوير يعني كلش مو حلو من البخار، ما أعرف شنو، بس يعني والله شكلها كلش حلو. هنا صارت جاهزة يعني، طاسة بغدا كملت، وما أقولكم الطعم كلش طيب. يا ربي هذا الفيديو ينال إعجابكم، وشكرا لكل واحد متابعني. شكرا لكم حبايبي، شكرا للمتابعة. تفضلوا أنا على الغدا. الغدا صار جاهز. تمن همين صار جاهز. هنا الشكل النهائي، يعني ما أقولكم والله العظيم كلش طيبة. طعمها كلش طيب صار. تفضلوا أنا على الغدا. ألف عافية. شكرا لكم على المتابعة.